تعالي يا ست الكل بقى نعمل مع بعض شوية مخلل زي ما انتم شايفين كده. الخيار المخلل ولا مخلل الجزر يا جماعة؟ هو ده الكلام. مخلل الليمون مستوي ازاي؟ تقدري تعملي المخلل ده معايا ومستوي ازاي في البيت بكل سهولة. تابع الفيديو الاخر عشان تعرفي طريقة المخلل التحفة. شايفه لون المخلل عامل ازاي؟ عملت لكم النهارده شوية مخلل مشكل تحفة زي الكتاب ما بيقول، حكاية بصراحة مع التقييم. هو ده الكلام. تابع الفيديو للاخر عشان تعرف طريقة المخلل دي في البيت المشكل ده بكل سهولة. بدل ما نشتريه من الماركت هتقدر تعمله اسبوع تكون واكله ان شاء الله. طبعا عندنا المشكل الخيار زي ما انتم شايفين كده، والفلفل والجزر والليمون زي ما انتم شايفين كده، وتقدروا تحطوا اي حاجه عندكم. طبعا بنبدا نقطع الجزر بتاعنا كده دواير او شرايح طويله زي ما انتم شايفين بالقطاعه بتاعتنا المشرشره دي يا جماعه كده. هو ده الحجم اللي احنا عايزينه. طبعا ونقدر نقطع بالطول. طبعا بنشيل طبعا الحته اللي ورا واللي قدام دي، دولت ما بنستخدمهمش. طبعا بنغسل طبعا الجزر غسله كويسه. شايفين الشرايح دي؟ هو ده المطلوب في الجزر. بنقطعه كده زي ما انتم شايفين بالسكينه المشرشره بتاعتنا دي، موجوده عند اي حد بتاع الاواني كده او بتاع الاجهزه المنزليه، او تقدر تقطعهم بالسكينه العاديه. طبعا نفس الكلام في الخيار. بنشيل الحته اللي قدام واللي ورا كده، ونبدا نشرحه على 4 ارباع كده زي ما انتم شايفين كده. اول قطعه طلعت معانا 4، ونفس الكلام 4 بيطلع الخيارات بتطلع معانا 8 قطع زي ما انتم شايفين، بنفس حجم الجزر اللي قطعناه في الاول. والفلفل طبعا غسلناه زي ما هو. طبعا الليمون فيه نعمل فيه تكه كده يا جماعه، بنقسمه على 4 ارباع كده زي ما انتم شايفين، مش للاخر. طبعا بنعصر الميه بتاعته او ميه الليمون دي بننزلها كلها كده عشان ما يبقاش معانا مزز او يبقى فيه حمض كتير. بناخد الميه دي طبعا بنحطها في التتبيله. طبعا الليمون بنديله بقى غلوه لمده ربع ساعه على ميه بتغلي جامد يا جماعه، ربع ساعه بس. وبعد ربع ساعه بنصفيه من الميه خالص كده عشان ننزل الحموضه اللي فيه. عندنا 5 فصوص من الثوم بنبدا ندقهم كده او نفرمهم، و3 فصوص من الحبهان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. الحبهان ده بيخلي طعمه في حته تانيه بصراحه. ومعلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كبيره من الكمون زي ما انتم شايفين كده، ونص معلقه كبيره من الكركم نزلنا بيها زي ما انتم شايفين اهي. ونبدا نقلب المكونات دي كده. وعندنا معلقه كبيره من الكزبره الناشفه كده يا جماعه. وطبعا عندنا معلقه كبيره من الهريسه او من الشطه المصريه دي كده. وعندنا كوب من الخل طبعا. وبنبدا ننزل بقى بالملح بتاعنا بعد ما نقلب كده. طبعا هنبدا ننزل بالملح. بنقلب المكونات دي كده كلها مع بعضها. بننزل بالملح بقى، بنظبط الملح بتاعه حسب ما انت عامل الكميه طبعا. وطبعا عندنا عصير الليمون اللي طلعناه من الليمون بتاعنا اللي عطينا له غلوه على النار لمده ربع ساعه، ونزلنا بعصير الليمون زي ما انتم شايفين كده. نبدا نديله كمان تقليبه. شايفين الصوص بتاع المخلل يا جماعه اللون بتاعه عامل ازاي؟ نبدا بقى ننزل بطبقات المخلل المشكل بتاعنا. جزر، خيار، فلفل يا جماعه، وليمون. هو ده التشكيله بتاعتنا. نعمل كده البوله بتاعتنا او اي برطمان عندنا يكون نظيف ومنشفينه كده او معقمينه يعني غسلينه كويس. هو ده الكلام. بعد ما ملينا كده ننزل بقى بالصوص. هو ده التتبيله بقى بتاعت المخلل يا جماعه. المارينيه بتاع المخلل هخليه في حته تانيه. نقدر نزود بقى ميه يا جماعه البوله دي كده، ونسيبه لمده من 5 ايام ل7 ايام هيستوي معانا وهيطلع تحفه. ممكن نقلبه من كل يوم ويوم كده، من اللي فوق تحت واللي تحت فوق، عشان نوصل للمخلل التحفه المشكل ده يا جماعه مع بعض. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير.